إكمالا لسلسلة تقييم لاعبين ايفوتبول موبايل 2025. طبعا أول فيديو معانا في السلسلة قيمنا مهاجمين اللعبة، تاني فيديو دخلنا على المدافعين، والنهاردة معانا ملوك نص الملعب. كل واحد فيهم هو مايسترو بمعنى الكلمة، بينقل الفريق من الدفاع للهجوم وبينظم اللعب بشكل مثالي. هنقيم كل لاعب معانا النهارده في فيديو النهارده. معانا مارادونا، جولير، توتي، موسيالا، في اسماء كتير قوي مش عايز احرق عليك. فقبل ما نبدا اعمل فولو لايك سبسكرايب، متنساش تفعل الجرس، ويلا بينا نخش على الفيديو. طبعا والبداية هتبقى مع مارادونا واحد من أعظم لاعبين في التاريخ. يعني مارادونا في قلب كل برشلوني وكل إيطالي بيشجع نابولي. بس مارادونا النسخة دي هي نسخة ساعة ما كانت نازلة كانت قوية، إنما حاليا النسخة دي في نزل أحسن منها يعني مليون مرة. بس يعني زي ما بيقولوا كده تكريما لمستواه اللي قدمه لما كان نازل، هنحطه في خليفة أبو تريكة. مع إنه حاليا لو قيمناه حاليا لا يتحط في عادي، بس هنحطه في خليفة أبو تريكة تكريما لمستواه لما كان نازل. بس ربنا يسامحها كونامي بقى هي والنرفة بتاعها. اللي بعده معانا أردا جولير. أردا جولير يعني أنت ممكن لو هتلعب بالنسخة دي وتطبل لها، هو سبب واحد بس، وإن أنت تكون مدريدي أو تكون تركي. يعني هو عادي جدا، هو عادي جدا يعني، مش عادي بس، لأ عادي جدا. اللي بعده توتي يا توتي يا توتي. ملك روما، ملك العاصمة الإيطالية، هيقف في خليفة أبو تريكة. نسخة حلوة قوي، نسخة حلوة بالبساط بالتحركات بكل حاجة. توتي النسخة دي جامدة قوي قوي قوي، تستحق اللعب بكل، يعني لو صرفت عليها كونات وجبتها ساعتها تستحق بكل معنى الكلمة، نسخة تستحق. اللي بعده اللي بعده جمال موسيالا النسخة دي تقعد جنب جولير بالظبط كده. انت جنب جولير يا باشا، انت وهو تقعدوا جنب بعض. طبعا نتمنى له الشفاء العاجل. هو مصاب حاليا بس بإذن الله يقوم على خير. اللي بعده راؤول. بص خرا راؤول سترايكر. كونامي هتتفزلك وتلعبوا ام اف، لا يا حبيب قلبي، لعبوا لي سترايكر باسلوب لعب زي الخلق. مش شرط يبقى جول بوشر، لعبوا لي باسلوب لعب زي الخلق سترايكر، وبطل فزلكه، بطل هبد يا كونامي بالله، كفايه هبد، كفايه هبد يا كونامي، كفايه هبد. طبعا احنا لحد دلوقتي مقيمين 5، ولسه مجاش ولا واحد يدخل في خانة الجود. يلا نكمل ومع كاكا يا نسخة رايقة قوي 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 قوي، تاخد 10 من 10 مرتاحة. نسخة يعني انا بعشق كاكا في الحقيقه، وبعشقه كمان في اللعبه. النسخه دي جامده قوي، انا بحبها. فيقعد في خليفه ابو تريكه جنب توتي ومارادونا والشعب الحلوه دي. بيلي النسخه دي بص تشيلها كده تحطها هنا كده، بس مش هنتكلم كتير. بيلي النسخه دي لا ينقصها شيء، لا حرفيا لا ينقصها شيء. هو جامد قوي يا جدعان، يا جدعان، يا بختك يا بختك يا اللي معاك بيلي النسخه دي. يلا اللي بعده معانا رونالدينيو جاوتشو النسخة دي يا جدعان. لا 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 بجد لا. يعني انا بحب رونالدينيو، بس رونالدينيو هو جناح يا جدعان، ما تحطوليش ام اف، يعني بلاش. ما هو حلو بس لا، لا ما عارف رونالدينيو لو في جناح لا هنحط جوت عادي جدا، انما رونالدينيو ام اف يقعد خليفة ابو تريكة وانا كده، يعني كارمو زي جاي له وسط، حاطط نفسي وسط عشان احطه كمان خليفة ابو تريكة. اللي بعده باريلا هيقعد جنب راؤول بالظبط. بقى جنب راؤول بالظبط، اقسم بالله. يعني ما تقعدش جنب موسيالا وجولير، لا جنب راؤول يا باشا، تقعد كده جنبك جنب راؤول. يعني انا مش فاهم هو بيعمل ايه. المفروض هو شامل، المفروض يبقى لاعب شامل وكارت شامل فشخ في نص الملعب، بس هو لا شامل ولا كامل حتى، ده ما مش محصل اي حاجه. اللي بعده هونيز البليدز. يعني هو انت حلو يا اسطى، بس انت في، بص انت حلو ووحش يعني. هو حلو بس يعني هو وحش برضه، انت فاهم، فهحطه في عادي. يعني انت ما تفهمش، هو انت حلو طيب، طب انت وحش. بيعمل معاك ماتش جامد قوي، تاني ماتش ما تلاقيش هونيز. انت فين يا هونيز؟ لا بيعد، لا بيباصي حلو، تلاقي باصاته مره واحده عمل لك باص، ايه ده يا ابني اللعيبه عملته ازاي؟ وبعدها في منت تلاقيه عمل لك باص، حرفيا لو كوستا كورتا يعمل باص احسن منه، مع احترامي لكوستا كورتا. يلا اللي بعده معانا كول بالمير يقعد في عادي جدا. ما بحب بالمير والله، وموهبة وبتاع، وكسبوا باريس في نهائي، بس لا بالمير عادي جدا. يعني هو كارت حلو، بس ما يتحطش جنب مارادونا ورونالدينيو والجماعة اللي فوق دول، لا هو يقعد في عادي جنب جولير والشباب الحلوة والمواهب الشابة.
باذن الله في المستقبل ينزل له كارت اقوى من كده. المايسترو والرسام اندريس انيستا يقعد في خليفه ابو تريكه. في كل دلوقتي في الكومنتات هيقول لي كل دول قاعدين في خليفه ابو تريكه، امال مين اللي هيقعد في جود؟ مفيش الا بيلي اللي في جود. اقول لك اصبر اصبر عليا، الحلو جاي اهو، الحلو جاي. وانا بقول لك مين الحلو؟ زيكو البليدز. زيكو البليدز هو ده الحلو، هو ده حته الجاتوه كده. يعني التشكيله بتاعتك لو هتمثلها بصفره، فزيكو البليدز هو حته الجاتوه بتاعتك. يعني يقعد في جود يا باشا. زيكو البليدز وحته الجاتوه اللي انت تزين بيها تشكيلتك، يعمل لك كل حاجه واي حاجه. بليز يعني بيعمل بليدز بيمينه وشماله، بيمرقص اي حد، خفيف، شواطته من بره المنطقه حلوه، بساطته مفيش احسن من كده يا جدعان والله العظيم. زيكو البليدز يعني هو كله نسخ زيكو جامده، بس النسخه دي فجر كده، دي فجر كونامي الصراحه. لو تعرف قوه النسخه دي هتشيلها تاني من اللعب. اللي بعده الاستاذ كيدي بي دي بروين هيقعد في عادي جنب بالمير وجنب الشباب الحلوه. انت حلو يا دي بروين والله العظيم، بس انت يعني لو جبت نسخه نجوم اسبوع قويه شويه ممكن اطلعها بيها. لو نسخه مثلا نجوم اسبوع واللي بيلعب بيها واحد لعيب هتجيب المستوى اللي انت بتلعب بيه ده، فاللي هو لا 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 لا، خد يا دي بروين، خد فيرتس جنبك يعني. اسحب كده وخد فيرتس جنبك. فيرتس برضو زيه الشباب الحلوه اللي قاعده جنبه دي، هو نفس الكلام. بص بقى، بص بقى، انا كنت بتكلم في ايه؟ بص عمهم اقعد جنب زيكو، يقعد جنب زيكو يا باشا. بساط، فينش، ارتو، اسيستات، تحركات، 1 في 1، بيعمل كل حاجه حرفيا. ندفيد زيكو هم يعتبروا الكمال الكروي في مركز صناعه اللعب. في نسخه تاني نزلت لندفيد، بس انا بتكلم عن النسخه دي كاي ام اف. ندفيد وزيكو لا يقارنوا، وبيلي معاهم برضه عشان مع ايه محبين بيلينجهام ما يزعلوش. اللي بعده الاستاذ روبرتو باجيو النسخه دي حلوه قوي، وكانت نازله محدش اتكلم عليها كتير، بس النسخه قويه جامد قوي. فتدخل جنب الشباب بتاع خليفه ابو تريكه والرجاله اللي فوق دي. ماتيوس يا ماتيوس لا، ما تلعبش ام اف يا ماتيوس. ماتيوس النسخه دي ما تلعبش ام اف بجد، انت تدخل في عادي. النسخه حلوه بس لا، بجد مش حاسه يا جدعان، مش حاسس ماتيوس. فين ماتيوس؟ ده مش ماتيوس في الملعب، ده مش ماتيوس. انا متعود على ماتيوس السي ام الدي ام اف، البوكس تو بوكس اللي بيقطع ويعمل ويغطي ويروح وشوطاته مرزبه وبتاع. انما ماتيوس ام اف لا، مش حاسه قوي. انا بحب ماتيوس ده الدفاع اللي يقف ورا في نص الملعب يقفل جنبيه انكرومان انما ماتيوس ام اف لا لا، غريب عليا في الملعب. انا لعبت بيه غريب عليا في الملعب. اللي هو انت ماتيوس يا اسطى، لا انت حد تاني متنكر في شكل ماتيوس. اللي بعده ريفالدو. بص يا اسطى، انا نفسي اقتنع بيك بجد، والله نفسي اقتنع بيك كلاعب. والله انت اقل يعني، انت تقعد جنب الرجاله اللي تحت دي. ريفالدو ملوش نسخه حلوه في اللعبه، هو مش ملوش نسخه وحشه، هو ملوش نسخه حلوه. كله نسخه عادي واقل من العادي، انت فاهم؟ فلا، انت تقعد جنبك زي جنب باريلا، جنب كاكا، جنب الشباب الحلوه دي تحت كده. طيب لو انت لسه مكمل معانا لحد دلوقتي ما تنساش اللايك، يعني لو انت مكمل فانت راجل عظمه. فايه، ما تنساش اللايك، وانزل تحت في الكومنتات قول لي الريت بتاع تشكيلتك كام. يعني قول لي كده انا ريت 3100 وكذا، انا 3200 وكذا. ما تنساش ها، اللي بلاقيه ما كتبش الريت هعرف ان هو ما اتفرجش على الفيديو لحد هنا. يلا نكمل. وقفنا عند مين؟ عند شنايدر نسخة عادية. شنايدر ليه نسخ احلى من كده، بس النسخه دي نسخه عاديه. يعني هي مش ما تطلعش كمان لخليفه ابو تريكه، لا هي نسخه عاديه جدا. هي نسخه قويه عامه، بس كل اللي في القايمه معانا دول يا جدعان بيبقى نسخ قويه، دول اقوى اي ام افات في اللعبه. فكده كده هي نسخه قويه، بس بالنسبه للي في القايمه لا، هي عاديه فشخ. اللي بعده معانا ايدن هازارد نسخه جامده قوي. يعني النسخه دي حلوة، يعني عكس مثلا الأطراف اللي بينزل لهم نسخ ام فات فيبقوا وحشين زي رونالدينهو مثلا. لا هي النسخة قوية، نسخة قوية، النسخة لا تستحق بجد، النسخة تستحق. خفيفة وبتعدي وبتفنش، وعندها ار2 وعندها باصات حلوة، فلا لا، نسخة قوية جدا. يا بخت اللي طلعت له برضه. اللي بعده ميشيل بلاتيني، اللاعب اللي انا ما اقتنعتش بيه، يعني ما اقتنعتش بيه بالمستوى اللي الناس كانت بتحطه فيه. الناس كانت حاطه بلاتيني اللي هو افضل اي ام اف في اللعبه بدون منازع كده. لو انت بتتكلم مع واحد تقول له بلاتيني يقول لك افضل اي ام اف، افضل صانع لعبه في اللعبه.
مع ان انا لما جربته اكتر من مره ومعايا اكتر من حد، لا قالوا لي ان هو لا، هو مش للدرجه، هو مش لدرجه ان بلاتيني يبقى افضل ام اف في اللعبه. يعني هو قوي وحلو، بيباصي بيعدي بيشوط بيعمل كل حاجه، بس مش لدرجه اقوى ام اف في اللعبه. فلو اتكلمنا مثلا بلاتيني وندفيد، لا ندفيد اقوى. بلاتيني زيكو، لا زيكو اقوى. انت فاهمني؟ بلاتيني تحطه في نفس الخانة مع كاكا مثلا، حط بلاتيني مع كاكا هتلاقيه ماشي تمام. بلاتيني مع توتي ماشي، انيستا ماشي. انما بلاتيني ما هوش بقوة الاسماء اللي في جود. انت فاهم؟ يلا معانا اخر اسم، ختامه مسك. زي ما بيقولوا كده، روح الكرة الشاملة، البابا المجال حرفيا، اليوهان كرويف. يوهان كرويف يعني من اعظم اللعيبه في التاريخ، اذا ما كانش هو يعني يعتبر الاعظم بعد ميسي طبعا، عشان ميسي لا يقارن. فلا هو جوت حرفيا. كرويف جوت بكل معنى الكلمة. وانت لو تقول جوت فهو كرويف، هو بلاتيني. بلاتيني ايه؟ لا بلاتيني مش جوت خالص، كده اتلخبطنا. لو هتقول جوت هتقول كرويف، ندفيد هتقول زيكو، هتقول بيلي جو. ف ده تقييمي، ولو انت عندك تقييم مختلف ما تنساش تكتبوا لي تحت في الكومنتات. انا فارس مصطفى، ما تاخدش برأيي لو انت مش عايز، وسلام.